زي كده. ليه انا ما حاولتش بفكري وبالتصميم، يعني بحاجات بسيطة كده في الديكوريشن بتاعي، في توزيع الاحواض ديت، ان يكون عندي احواض اسماك، ويكون عندي بسين صغير، ويكون عندي برضو جزء كده فيه اسماك زينة. انا كده كده المية جارية عندي طول النهار، يعني في مية طالعة من البير ورايحة للحوض الاسماك ده، وعمالة تعبي فيه عمالة تعبي فيه. طب ما انا استغل حركة المية ديت ان انا اعمل فيو جميل وتحفة بالنسبة لي، واوزع الاحواض بتاعتي. هي احواض سمكية هعملها، وده هيبان كمان شوية، هنشوف الاحواض دي في التصميمات بتبقى عاملة ازاي. لكن احول المنظر بتاعي لمنظر انا ابقى مشتاق له، ان انا ابقى وانا خارج منه ببقى امتى هرجع تاني. يعني انا حابب، خلاص حبيت المكان، اولادي هم كمان حبوا المكان، حابين يقضوا اليوم فيه، حابين ان هم كل شويه بابا يلا بينا نروح المزرعه، بدل ما يبقى يلا بينا اولادي لا المشوار صعب بالنسبه لنا، اصل هيبقى مرهق، الجو هناك مش تمام. ليه ما حولش المكان ده لمتعه فعلا؟ تربيه الاسماك يا جماعه المفروض انها تبقى مرتبطه كمان بالمتعه، ابقى حاسس بمتعه في المكان، مش شرط تربيه الاسماك بس. مزرعتي المكان اللي بيمثل لي المستقبل ليا ولأولادي، ليه ما يكونش بالنسبة لي حاجة ممتعة؟ وعلى فكرة مش مكلف جدا. الناس يمكن فاهمة غلط الدنيا، اللي بيبقى واخد مساحات من الأراضي ديت وبيستصلح فيها بيصرف كتير على فكرة، مش ما بيصرفش. لكن الموضوع كله هو ان انا ازاي اسستم الموضوع ده كله كده، واحوله لمكان بتفاصيله ابقى مشتاق له، ابقى بقول امتى يجي اليوم اللي اروح ابص فيه على مزرعتي، على عمالي، على المكان اللي موجود فيه، على الاسماك اللي عندي. ليه ما احولش المكان ده لحاجة فعلا ابقى حاببها، وابقى حابب ان انا اروح واستمتع